الأولمبي. حنشوف فريقك هلا النصر اللي حقق انتصاره العاشر على حساب الخسارة العاشرة للفيصلي وبقي شريكا في الصدارة. أحمد لاغا. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. فرصة للانفراد بالصدارة على أمل تعثر الشباب ففارق النقاط من تبعد النصر عن التفرد بقمة دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، فحزم الأمر أمام من يقبع قبل متذيل الترتيب الفيصلي الساعي لمصالحة الجماهير ومحاولة إدراك الذات والعودة قبل نقطة لا عودة. هذه النقطة قربه منها غياب الرقابة الدفاعية وعرضية فهد الرشيدي ورأسية أحمد الجيزاني بعد ثوان على الدقيقة الأولى، وهنا ظننا بأن الهدف هو الفتيل الذي سيشعل القادم والحصيلة لن تتجمد عنده، لكن ما لم نتمناه حضر وبقوة مع السيطرة الصفراء والفرص التي تملكتها قرابة الإهدار، فانتقلت العدوى لتضرب الفيصلي الذي عاد على أمل التعويض في الثاني، فأخفق في الأولى والثانية. أما الثالثة فكانت فعلا ثابتة رغم حالة التسلل التي لم نرى بعدها ما يشكل أي خطورة أو حتى تهديد بين الخشبات الثلاث. فانتظرت الجماهير طويلا ومن بينهم الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر الذي كان يضع بطيخة صيفية في بطنه بتأكده من الفوز حتى الدقيقة 87 حينما غزا فهد الرشيدي المرمى بقذيفة أرشدها للشباك ففتحت الباب للثالث من المخترق ناصر الصالح، فصلحت النقاط لكن القمة لم تصلح بعد بفوز الشباب وبنتيجة كبيرة على نجران. أحمد لاغا، صدى الملاعب. الصافرة النهائية لأنه أمر الانتصار. حنيجي على ذكر الأمير فيصل، بس نذكر أنه الشباب بيتصدر ب 35 نقطة بفارق الأهداف عن النصر. الاتفاق ثالثا ب 31، يلي الأهلي 30، نجران 29، الوحدة والفتح لهم 26، بعدهم القادسية والاتحاد والهلال، ثم الرائد والتعاون، وأخيرا الفيصلي والحزم. يعني عادة هذه البطولة ما كثير حدا بيحضرها، حتى يمكن أهالي اللاعبين يحضروا، بس وجود الأمير فيصل بن تركي ترى يعني طبعا يعني مهم رئيس النادي يكون لا فيها دلالة، فيها دلالة أنه يعني يريد هذه البطولة. طبعا البطولة هذه مهمة جدا، بالذات انه هذول يعني هم هذول الاساس. كيف مهمة جدا؟ مهمة جدا لان هذول اللي جالسين يلعبون هم اللي حيمثلونك الموسم القادم ولا اللي بعده، هذول هم الاساس اللي في الفريق. ما شايفين بالمدرجات ولا 100 متفرج؟ لا فيه ان جماهير نادي النصر على فكرة التمارين يجون بالالاف التمارين. هل انت شايف الاف بالمباراة؟ هم جايبين الدرجة الثانية، الدرجة الأولى أتمنى الكاميرا تجيبها. أنا عندك هنا في دبي من أمس ما أقدر أحكم، لكن اللي أعرفه عن جماهير النصر أنهم يحضرون التمرين. أول تمرين حضروها الموسم هذا 5000 أول تمرين. إيه بس تمرين الفريق الأول، هذا مش فريق الأول. وهذا في ناس تعشقوا أكثر من الفريق الأول. قلت لي في لاعبين أنت جبتهم ولا أنت؟ في أحمد الجيزاني أنا اللي مسجله لما كنت في الإدارة، بحكم أن أبوه زميل لي في الخطوط السعودية الله يذكره بالخير. واسطة يعني؟ لا مو واسطة مو واسطة، بس على فكرة ترى أبوه للأمانة يمكن لا يزعل مني كان يحب الهلال، بس أنا استطعت إني أجيب الولد وأبوه، حتى أبوه غيرت ميوله. كابتن. في قراءة بين الأرقام المسجلة نجد أن النصر متميز جدا تميز كامل في الخط الدفاعي، تلقى 13 هدف من مجموع 18 مباراة. هذا يعتبر إنجاز في فئة صحيح. سنية، الآخرين 19 و20 وبالتالي و24. لو أن النصر نوعا ما يعني ضعف عمليات الإنهاء لربما تصدروا بفارق بس كمان هجومه مش كثير، 16 هدف بين مقابل 26 للشباب. لو نظم بس كم عملية الإنهاء كم هدف على الشباب؟ على الشباب 19. طيب مش كثير بس جاب 26. شوف يعني باقي لقاءات ان شاء الله حنفوز. حنفوز يعني اللقب شو؟ والله النصراوي ان شاء الله.